استاذ حضرتك اتفضل. استاذ شهاب، سمعنا ان حضرتك هتعمل مسرحيه في السعوديه اسمها القحطاني وجولييت، يا ترى ايه اللي خلاك تتجه للمسرح؟ هقول لحضرتك على حاجه. خلينا نتفق ان المسرح هو ابو الفنون. انا طول عمري اشتغلت سينما ودراما، بس كان دايما نفسي اعمل مسرح ومش لاقي الفرصه المناسبه. خليني اقول لك ان المسرح بيثقل الممثل جدا وبيعلم الممثل كتير قوي. اي ممثل ما اشتغلش مسرح بيبقى دايما ناقصه حاجه. فانا كنت دايما بدور على فرصه كويسه اشتغل فيها في المسرح، وحقيقي لما قريت ورق مسرحيه القحطاني وجولييت لقيت ان هي عبقريه بجد. انا محظوظ جدا انها اتعرض عليا ورق المسرحيه دي، اتعرض عليا الدور دوت، ويعني ابقى غبي لو حقيقي ضيعت الفرصه دي مني. فرصة ايه يا اخويا؟ لا سمعني، اصلك عم مسرحية اسمها القحطاني وجولييت، القحطاني وجولييت، ها؟ تضحك على مين؟ تضحك على مؤاخذة يا جماعة. حضرتك اتفضل. استاذ شهاب، الناس بتقول عن مسرحية القحطاني وجولييت انها عمل رديء اتكتب واتكروت في كام يوم وانها مجرد سبوبة، يا ترى ايه ردك على الكلام ده؟ طيب يا فندم، هي الناس دي شافت المسرحية؟ بالظبط كده. بص اقول لك على حاجة، انا فاهم الناس بتتكلم من ايه. في مسرحيات كتير اتعملت قوي في السعودية، يعني مش أحسن جودة، مش أحسن حاجة، ممكن يتقال عليها مقاولات أو سبوبة، بس متهيألي أنا جمهوري وتاريخي بيقول عني إن أنا ماليش في الكلام دوت. هقول لحضرتك على حاجة، تصدق وتؤمن بإيه؟ بالله. أقسم لك بالله والله العظيم مسرحية القحطاني وجولييت. بتحلف بالله يا فاجر، بتحلف بالله يا معلش يا جماعة، أنا آسف. حضرتك اتفضل. رد حضرتك ايه على الناس اللي بتقول انك رايح عشان الفلوس؟ طيب بص يا فندم، عشان نبقى على النور، انا مش بتاع فلوس. انا مش هشتغل على حاجه غير لو انا مؤمن 100% بيها. الفلوس ما تهمنيش قوي، انا اللي بيحركني هو الفن والرساله. بتاع فلوس ايه يا اسطى؟ مش بتاع فلوس ايه ده؟ انت ناوي تبطل الشغلانه بعديها يا ابني. يا ابني انت ممكن ترجع اللي انت فيه دوت. انت ليه مصمم تضحك على نفسك؟ ليه مصمم تصعب الموضوع خالص على كنا بنقول ايه يا فندم؟ انا لو شايف ان المسرحيه او العمل اللي انا شغال عليه في العموم دوت عمل سيء مش هعمله لو اتعرض عليا ملايين الدنيا، لان انا معروف عني حتى في الوسط ان انا الفلوس دي بالنسبه لي لا تعني شيء. حاجه انا بقدم فن. طيب على مطلع الثمانينات كده اتقفلت كل السينمات اللي في السعوديه، وده طبعا كان كابوس بالنسبه لاي موزع سعودي. مفيش سينما يعني مفيش شغل، ففي محاوله للحفركه كده قرروا ان هم هيتجهوا لشرايط الفيديو، والقرار ده اثر كتير على النمط الانتاجي المصري، لان الموزع السعودي كان بيعوز يشتري افلام تكلفه انتاجها عاليه جدا باسعار رخيصه جدا كشرايط فيديو عشان يوزعها على البيوت السعوديه اللي اتخذت جهاز الفيديو المنزلي كبديل للسينما، وده طبعا كان ديل خسران جدا لاي منتج او صانع افلام في مصر، فاغلبهم كانوا بيرفضوا. وهنا بقى اتجه بعض المنتجين المصريين لحل. ليه نخسر الزبون؟ احنا ناخد تمويل من الموزع السعودي ونجيب نجوم صف تاني وتالت بيحلموا ان هم يبقوا اخيرا ابطال افلام، ونحولهم فعلا لابطال افلام، بس افلام تعبانه، افلام متكروته وتكلفه انتاجها صغيره جدا وجودتها رديئه، بس مش مشكله عشان هي اصلا معموله عشان تتباع كشرايط فيديو في السعوديه، مش معموله للجمهور المصري، فقشطه. ومن هنا بقى يا صديقي جه مصطلح افلام المقاولات، وافلام المقاولات دي غرقت السوق وقتها لانها بنظره تجاريه بحته جدا. وركز معايا قوي هنا، مكسب سهل ومضمون وسريع، حرفيا مقاوله. الظاهره دي بقى وقتها في الثمانينات حاولت غرفه صناعه السينما في مصر ان هي تتصدى ليها عن طريق منع توزيع اي فيلم كشرايط فيديو الا لو كان اتعرض في السينمات الاول. بس منتجين المقاولات لقوا طبعا مهرب وقتها، فكانوا بيعرضوا الفيلم اسبوع واحد بس في السينما وبعد كده يشيلوه ويعملوا اللي هم عايزينه. بس مش مهم، لان وقتها سوق السينما في مصر كان سوق قوي ومنتعش وواعد ويقدر يستحمل تاثير افلام المقاولات السلبي، لان وقتها كان عندك نظام حكم جديد في مصر حب يرسم لنفسه صوره اكثر اصلاحيه واكثر ديمقراطيه، فساب هامش حريه واسع جدا للميديا. هامش الحريه الواسع دوت نتج عنه الجيل الثاني من المخرجين الواقعيه زي عاطف الطيب ومحمد خان وعلي بدرخان، وكمان وقتها على الساحه كان موجود لسه مخرجين مخضرمين زي كمال
الشيخ، وكمان وقتها كان في نجوم شباك في عزهم. ده غير ان السوق الخليجي يعني ما كانش مهم قوي بالنسبه لك تجاريا، لان وقتها تجاريا سوقك المصري المحلي كان اهم بكتير جدا، والسوق الشامي كمان كان برضو اهم من السوق الخليجي. فانت وقتها كان عندك صناعه سينما قويه جدا تقدر تحافظ على جودتها وريادتها مع وجود ظاهره سلبيه زي افلام المقاولات. ده بقى كان في الثمانينات، لكن دلوقتي الوضع مصيبه يا جدعان. فيلم زي شوجر دادي محقق في مصر 7 مليون، وفي السعوديه محقق 250 مليون، تقريبا 41 الضعف. يا نهار اسود، دي مصيبه، احنا بنتضايق. نفس، انا هدى عشان الحلقه دي معصباني وانا مش عايز اصيح كتير. طيب، في الحلقة اللي فاتت أنا اتكلمت عن أكبر مشاكل بتواجه الإنتاج السينمائي في مصر، وقلت إن أكبر مشكلة هي السعودية، بس أنا هسيبها في حلقة لوحدها عشان الموضوع كبير. فلو أنت ما شفتش أول حلقة يا ريت تروح تشوفها عشان تبقى معانا على الخط، وبعد كده تعالى كمل حلقة السعودية. يا ريت تعمل لايك سبسكرايب. وقبل ما نخش على الحلقة عشان المخاخ الغبية، أنا عارف لازم أوضح حاجة يا جدعان. أنا في الحلقة دي لا بهاجم السعودية ولا بهاجم الجمهور السعودي، أنا كل اللي بقوله إن الوضع الحالي خلى السوق السعودي هو أكبر تهديد في وجهة نظري على الصناعه المصريه. ليه بقى؟ يعني دي الحلقه، يعني اتقل عليا دي الحلقه، لكن كل اللي انا اقوله دوت لا يلام عليه لا الشعب السعودي ولا هيئه الترفيه السعوديه. ولو في حد بصراحه هيتلام في النادي كلها فهيبقى احنا كبلد وكصناعه. وضحت؟ طيب نخش على اول نقطه، وكالعاده الحلقه هتلاقيها متقسمه تحت احتراما لوقتك. احنا مش بتوع فلوس، اقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس. المشكله الرئيسيه بقى يا معلم هي ان افلامنا ما بقتش تعمل لينا. بص، الشعب السعودي بيعشق الفن المصري مع انه جمهور مثقف جدا سينمائيا ومطلع على سينمات العالم، ولكن الفيلم المصري ليه حته في قلبه كده، لانه شبه ثقافته وبلهجه قريبه جدا من لهجته، وطالع من مجتمع تقريبا عنده نفس القيم والمبادئ. فده خلى الفيلم المصري صالح جدا لانه يخش اي بيت سعودي وتلتف حواليه الاسره. ومع غياب المنتج السعودي حل محله المنتج المصري كصناعه محليه يرتبط بيها ويحبها المواطن السعودي. يعني من الاخر كده افلامنا هي افلامهم، اتربوا عليها وحافظين افيهاتها وصبح صبح يا عم الحاج وكل حاجه. ده غير ان في ظل ما العالم كله كان بيستبدل السينما بالمنصات وحرب قايمه ونتفليكس تدمر السينما والسينما تموت والمنصات هي المستقبل والليله دي كلها، الناحيه الثانيه بقى من الكوكب المواطن السعودي كان جاب اخره من المنصات. كمواطن سعودي انا عايش حياتي مقضيها MBC في روتانا في يوتيوب، ولما المنصات ظهرت قفلتها كلها. يا جدعان انا اتخصيت. الناس دي يا جدعان كانت جعانه السينما، النقاد زي ماهر المصري كانوا بيسافروا عشان بس يشوفوا فيلم. ففي 2018 لما اتعملت اول دار عرض ب6 شاشات الناس اتهبلت. انا رايح السينما هخش ايه؟ ما اعرفش اللي هلاقيه اخشه. المهم ان حاله انا رايح السينما كخروجه ومش فارق معايا انا هخش ايه دي ما بتحصلش عندنا غير مرتين بس في السنه، العيد الكبير والعيد الصغير. السعوديه بقى يا ريس يعني جنه، السنه كلها موسم عيد يا ريس، عيش. فانت كمنتج عندك جمهور جعان سينما ومرتبط بفيلمك المصري، فارمي فيلم المصري هناك وعد الغنايم بقى يا ريس. ومش كده وبس، بما ان الحاله الاقتصاديه هناك احسن 100 مره من عندنا، فطبيعي نسبه الناس اللي تقدر تخش سينما هناك اكبر بكتير من عندنا. والاهم بقى ان التذاكر اصلا اغلى بكتير. خد المفاجاه دي كده، تذكره السينما في السعوديه هي تاني اغلى تذكره سينما في العالم كله. تقريبا افريج سعر التذكره في السعوديه $16، ومفيش مكان في العالم كله اغلى منها غير سويسرا ب $16.50. طيب افريج بقى سعر التذكره في مصر كام؟ يعني هي تقريبا في حدود 3 وكسور، اقول لك قول 4 يا سيدي. سعر التذكره في مصر هنقول $4. فكل العوامل اللي هناك دي اصلا، ولا ده كمان حرفيا النفر هناك ب4 من عندنا. فطبيعي جدا ان اي حد شغال في صناعه السينما في مصر يتف عليك يطرطر كمان عليك كمشاهد مصري. مع ان الفيلم ما عجبك ولا نجح في مصر اصلا، ادام هينجح في السعوديه انا تمام. يا جدعان كل العوامل دي بتخلي افلامنا سواء حلوه او وحشه بتحقق 30 و40 ضعف ربحها كمان هناك. فطبيعي جدا ان الفنان اللي مش بتاع فلوس ومش جاي يقدم ضحك يجامل الجمهور السعودي، حتى لو على حساب جمهور مصر ايه، حتى على حساب الوطن العربي كله، لان من غير ما يحسبها 100% مصلحته هناك. فمن الاخر كده السوق السعودي شاط السوق المصري ايد ورجل وخد مكانه
سوق رئيسي لصناعة السينما في مصر. فأفلامنا دلوقتي بتتعمل على مزاج وهوى المواطن السعودي اللي هو يعوزه ويقول عليه الصناعة المصرية كلها ترضخ ليه غصب عنه. طب يا عم شهاب، مش انت الحلقة اللي فاتت عمال تقول الفلوس 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 الفلوس؟ طب ما الناس بتحبنا وبتكسبنا اهو، انت معترض ليه؟ حلو، يبقى احنا لازم نخش على النقطة اللي بعدها. اديني في الهايف. وانا احبك يا ننس. ايه بس لقيتها. هذا الجمهور السعودي بقى عايز منك انت ايه؟ ضحك وضحك بمعنى التاني. تعالى كده نشوف ايه اكتر فيلم باع تذاكر في تاريخ السعوديه. اول فيلم هو توب جان مافريك ب1,131,000 تذكره. تاني فيلم هو لا بقول لك ايه، استنى، خمن انت انا مش هقول لك. الفيلم ده باع تذاكر اكتر من اوبنهايمر، سبايدر مان نو واي هوم، وذا باتمان. خمن، وقف الفيديو وجهز الفيلم ده ايه وارجع لي. خمنت؟ جاهز؟ درام رول يا عمر. تاني اكتر فيلم باع تذاكر في تاريخ السعودية هو بحبك تامر. موبايل وقع. تامر يا كتيمو يا جدعان، نجم الجيل. فيلم بحبك باع 928,000 تذكرة. طب ما لازم تبقى تجربة تمثيلية وإخراجية وكتابية وإنتاجية وتلحينية ناجحة جدا للأستاذ تامر، ولازم بعدها يعمل فيلم تاني تاج ويعمل فيلم تالت ورابع. انت عمرك سألت نفسك هو هنيدي ورامز جلال بيعملوا الافلام التعبانة دي لمين؟ السعودية. فن الاخر السعودية عايزة منك كوميديا وبس، حتى لو جودتها قليلة، حتى لو الكوميديا دي عبارة عن ان تامر حسني بيصد صاروخ بطيزه، يعني عادي. عايز انت بقى تتعب نفسك وتعمل فيلم كوميدي نضيف زي بيت الروبي او وقفة رجالة، ماشي شكرا. عايز تديله رخص زي شوجر دادي وماما حامل وحصل خير، عادي برضه مش هيقول لا. ده يا ريت اصلا تديله الافلام دي. اصلا انت مش فاهم حاجه، هو مش عايز يوجع دماغه معاك حتى في الكوميديا. فكر فيها، هو لو عايز اكشن هيروح يتفرج على احمد عز بيضرب كريم عبد العزيز، ولا يروح يتفرج على ميشن امبوسيبل توم كروز؟ ولو عايز رعب هيروح برضه للامريكاني، ولو عايز دراما هيروح للمسلسلات اللي موجوده على المنصات، المسلسلات الدراميه. لكن لو عايز كوميديا فانا مش عايز كوميديا امريكاني بلهجه ومواقف وثقافه غريبه عني. فتعالي يا مصر، بس تعالي يا مصر، انا جالك افضي دماغي، فمش فارق معايا قوي جوده العمل. فلو انت عملت له فيلم زي وقفة رجالة، فيلم كوميدي حقيقي كويس وحقيقي جودته كويسة وحقيقي متعوب عليه جدا، ماشي يا عم، هنجحك وهديك فلوس وكتر خيرك، بس ملوش لزوم يعني. انا لو عليا لملي بيومي فؤاد على جوهرة على كام عيل من بتوع مسرح مصر، وهات تامر هجرس يطلع بدور تامر هجرس برضه، هكسبك يا طعمية جميل انت. يا جدعان وقت ما انا بصور الحلقة دي في فيلم لسه هينزل اسمه حمص وحلاوة، بطولة محمود الليثي و77 اغنية شعبي و16 رقصة. يعني اعلان الفيلم دقيقتين و40 ثانية عرضوا فيهم 8 اغاني شعبي، عصام صاصة وعمر كمال وحمو بيكا والليثي وامين اللي هي بتاعه تركب الحنطور، ومين تاني يا ربي في الفيلم؟ حسن شاكوش. حسن شاكوش، جوهرة واكسانة واي روسية لقوها في شرم الشيخ جابوها، وواحد اسمه حسن الخليعي، وكان في راجل كده لابس، يعني هو مصري ولابس خليجي وبيغني شعبي. ايه ده فيلم معمول للسعوديه ومقوي قلب المنتج قوي كده عشان هيكسب، او على الاقل اوسخ الاحوال هيلم اللي هو صرفوه شويه زياده عليهم، فليه لا؟ فاكر قلت لك ايه في اول الحلقه؟ مكسب مضمون وسهل وسريع. فانت زي ما المنتج هشام عبد الخالق بيقول، الفجوه هائله في الايرادات، لا يعقل ان انتج فيلما وانفق عليه الملايين ويخسر امام فيلم قليل التكلفه. اما كده والجن وفوي فوي فوي على بعض يخسروا من شوجر دادي، يبقى نعملهم ليه؟ بجد نتعب ليه؟ نخش على اخر النقطه. ضيعته بعندك يا قفا. يا قفا ما هو ده التجديد. بعد ما انا شرحت لك فرق الاهميه بين السوق السعودي والسوق المصري، وبعد ما شرحت لك السوق السعودي بيكافئ انهي افلام على حساب انهي افلام، فهمت انا ليه بقول انها مصيبه؟ بجد اشرح لي بالمنطق. انت لو شغال في الصناعه هتعمل ايه؟ هتروح تعمل فوي فوي فوي، ولا يلا نطلع ويكند ونصور فيلم كده باي سكريبت بلا بلا خلص خلاص؟ حط نفسك مكان منتجين مصر وقول لي الوضع الحالي وظروف الحاليه تخليهم يعملوا انهي افلام. فهمت التيار الغشيم دلوقتي ماشي في انهي اتجاه؟ التيار ده غشيم جدا وفلوسه كتيره جدا، لدرجه ان كل صناع سينما في مصر مجبرين غصب عنهم يمشوا معاه يعوموا معاه، لازم يتاقلموا على الوضع. والمنتجين برضو ترجع تحط فلوسها تاني في افلام المقاولات، بس المره دي مش زي الثمانينات. المره دي السوق بتاعك ما فيهوش اي حاجه
حاجه تخليه يستحي. كل المخرجين وكل الممثلين في مصر دلوقتي هيضطروا يغيروا جلدهم ويمشوا في اتجاه الكوميديا، واللي مش هيعمل كده هيقعد في بيتهم. فمثلا هتلاقي ممثلين اكشن زي امير كرارة كانوا متجهين في افلام الاكشن التاريخيه والحربيه والجد شويتين زي حرب كرموز، دلوقتي غيروا طريقهم. امير كرارة بيعمل البعبع اكشن كوميدي، وهي دي السكه. لو رجعت بصيت على الافلام اللي اتعملت اخر سنتين تلاقيها كلها حاجه كوميدي، رومانتك كوميدي، اكشن كوميدي، دراما، لازم كوميدي. واقول لك على حاجه، انا لو مكان الناس دي هعمل كده، وانت لو مكان الناس دي هتعمل كده. مفيش حاجه اسمها انا هعيش للفن والفن والفنانين. الناس دي عليها اقساط، الناس دي عايزه تاكل، الناس دي عايزه تشتغل. مفيش حد هيبقى قدامه سكه بتجيب دنانير وبلانكو وفلوس بتكون في البنك ويقول لها لا انا اجي الفن، ملعون ابو الفن. بس هنا في حاجه ناقصه. الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه بيخلي صناعه السينما في مصر تبوظ وتتحول لصناعه هبله وهزليه جدا، مش كوميديه. لان احنا طول عمرنا ملوك الكوميديا، بس الشخاخ اللي بيحصل ده مش كوميديا، ده هزل، ده هبل، دي مقاولات. ووسط ما كل ده بيحصل عندنا الناحيه التانيه السعوديه طالعه بسرعه السرعه. نفس اللي حصل في الكوره هيحصل هو في السينما. السعوديه دلوقتي فيها عدد شاشات عرض اكبر من مصر، ومش بس كده، السعوديه على 2030 عايزين يوصلوا ل 2500 شاشه عرض حوالين المملكه. شاشات عرض اكبر يعني السوق يكبر، يعني دخل وايرادات زياده، يعني اهميه السوق بالنسبه للصناعه الامريكيه حتى هتزيد. السعوديه عندها جيل جديد من صناع السينما الشباب، واخدين العلم من احسن اماكن في العالم بمنح من الدوله، ودولتهم واقفه وراهم وبتدور عليهم. لما بتلاقي واحد فيهم بتدعمهم، السعوديه بتدعم وبتزق اي واحد ممكن يشرفها قدام. السعوديه ما عندهاش فساد، ما عندهاش شلاليه، ما عندهاش اصحاب الاسماء الثلاثيه على راي عمنا محمود مهدي. صناعه السينما في السعوديه صناعه لسه بادئه من كام سنه، وده ميزه مش عيب. كونها صناعه جديده ده مديها ميزه انها عندها الاف التجارب تتعلم منها. السعوديه عماله تزق اي حد من عندهم، ممثل، مخرج، عامل، ايا كان مين، يشتغل في اي فيلم مصري او عالمي علشان ياخدوا خبره، حتى لو هيدفعوا فلوس مقابل ده. السعوديه بتشارك في انتاج ولاد رزق 3، وجايبه العيال تايسون فيوري يلعب معاهم علشان نص الفيلم هيتصور في الرياض. معنى ان نص الفيلم يتصور في مدينه معناها ان انت هتعمل سياحه للمدينه، هتوري الناس كل حاجه في المجتمع ده، وهتضطر غصب عنك تستعين بعمال محليين، هتضطر تستعين بممثلين سعوديين. ما هو ولاد رزق دول ماشيين في الرياض مش لوحدهم يعني يا جدعان، ما بيقابلوا ناس وبيتكلموا مع ناس. حرفيا اللي السعوديه بتعمله مع صناع السينما هو احتكاك وماتشات دوليه. فبصراحه يعني لو انت هتختزل كل الذكاء والمجهود والتخطيط اللي السعوديه بتعمله علشان تنجح في صناعه السينما عندها في ان هم مجرد ناس معاهم فلوس وفلوسهم مساعدهم، تبقى انت راجل عظيم. السعوديه بتعمل كل ده بقى، وانت الناحيه الثانيه كمصر كصناعه مصريه 100 سنه هنا و100 سنه حلم بتضرب نفسك بالنار. انا عامل الحلقه دي عشان اتكلم عن نقطه، بس السوق السعودي والسعوديين مش غلطانين في حاجه. انت كنت كده رايح للمنحدر. السعوديه مجرد سرعت الموضوع شويه، لكن انت كنت بتخرب يا جدعان. ارجعوا للحلقه اللي فاتت بتاعت الانتاج وشوف انا قلت ايه كميه خرب يحصل للصناعه، ما بالك بقى باللي بيحصل جوه الصناعه. موضوع الفساد والشلاليه وابن فلان الفلاني وصاحب فلان الفلاني ده يا جدعان، من اول انك تخش معهد السينما لحد اي كان بقى ما تتخيلوا. يا جدعان احنا جبنا من فتره مسلسل عالمي من شركه مارفل بيتكلم عن سوبر هيرو اصله فرعوني، والاول مره حاجه بالكبر ده بيعملها مخرج مصري. الناس جايه لك وعايزه تصور عندك، انت ما عملتش اي مجهود عشان تجذبهم، انت ما رحتش جبتهم، هم الحظ جابهم في طريقك. هم جايين لك يصوروا عندك، يعني يسوقوا لبلدك ويعملوا سياحه ويستعينوا بعماله ويستعينوا بممثلين مصريين وكل الكلام دوت، وانت طفشتهم عشان شويه تصاريح. احنا بنحارب نفسنا، والمصيبه بقى ان الجمهور السعودي اللي انت متسند على ايراداته دوت مش هيفضلك كتير. اصل هم برضو مش ناس هبل، هو دي فيز بيعدوا بيها، مجرد ستيج الجمهور السعودي والسوق السعودي بيعدي بيها. وزي ما قلت لك صناعتهم بتتطور، فكمان 5 سنين كل العوامل اللي بتخليهم يتفرجوا على فيلمك دي، اللي هو ان هو فيلمك قريب ليهم ولهجتك ومش عارف ايه وكوميديتك وكل الكلام ده، هيبقى موجود عندهم من صناعتهم هم. هيبقى عندهم صناعه سعوديه بتعمل افلام اقرب لثقافتهم واقرب للهجتهم واقرب للي في دماغهم، وكوميديتها بالنسبه لهم وممكن تكون في العموم احسن من كوميديتك وانضف 100 مره. ووقتها هيبقى عنده منتج محلي يرتبط بيه، فهيشوطك بالجزمه كمان 5-6 سنين. ولما يشوطك بالجزمه وتيجي ترجع لسوقك المصري، هتلاقي ان انت خريت الدنيا خلاص. انت قتلت كل حد ممكن يعمل لك حاجه، انت مشيت السوق كله في سكه معينه، انت خلاص انهارت. وفي منافس ليك بقى على مستوى عالمي، جارك جنب بلدك على طول. كمان 5 أو 6 سنين يا جدعان هتلاقوا الفيلم السعودي
سعودي بينزل في القاهرة في وسط القاهرة يضرب الفيلم المصري بالجزمة، جمهورك المصري هيجري على الفيلم السعودي وهيحب وهيتفرج على الفيلم السعودي ان جودته هتبقى احسن، هيبقى منتج انضف. وابقى وريني بقى وقتها انت هتاخد كام سنة عقبال ما يا دوب تلحق نفسك وترجع تقف على رجليك تاني. وضيعته بعندك يا ألف. وبس كده. سلام.